جون ادوار كركب الدنيا على الاخر. هتقول لي كركب الدنيا عمل ايه؟ هحكي لك ليه جون ادوار كركب الدنيا. واحنا دلوقتي يعني كل اللي اتقال اشاعات، واحنا وابو الطموح بقينا اخوات في صفقات تبادليه. ما انا قلتها لك يا ابني ان ديانج عاوزه بيت اخواته. قلتها لك يا ابني ان ديانج عاوز زيهم 100 ارنب، عاوز زيهم 100 ارنب متأستكين ومظبوطين في الموسم. هحكي لك ومين حمد. هكلمك يا ابني، مش هحرق لك الحلقه، ولكن دعما لاخوك جيمي يا برنس، تنزل كده تعمل اللايك بتاعك وتصلي على سيدنا محمد. عندك في التلات قول له انت مش متابعنا، تابعنا يا برنس وصلي على سيدنا محمد. ويلا بينا بقى ايه، نتكلم. طب ليه جون ادوار كركب الدنيا؟ ليه يا باشا؟ الناس عمال تسال طب ليه يا عم الحاجه كركب الدنيا؟ بص بقى، امبارح نادي الزمالك نزل بيان، وكان بيقول ايه البيان؟ على اللي كان الامضاء اللي كانت يعتبر اللي قايل البيان هو جون ادوار. تمام. القصه هنا والناس بتتكلم هنا، المفروض لما ينزل بيان على صفحه نادي الزمالك يكون بعلم الاداره، ويكون تحت كده في البيان مكتوب الاداره نادي الزمالك او كابتن حسين لبيب. ولكن البيان مش مكتوب في كده، البيان مكتوب في ايه؟ جون ادوار. تمام. جون ادوار يا باشا بيان طويل قوي، مش عارف اجيبه لك يعني. انت ممكن تخش على صفحه نادي الزمالك على الفيسبوك وتشوف البيان. تمام. ولكن الملخص المفيد في كلمتين اللي هو ايه؟ قال لك اتفهم فضولكم وتفهم غضبكم وسعيكم بكل حاجه عشان تشوفوا الفريق احسن. قال لهم ايه؟ قال لهم يعني انا يعني هعمل اقصى حاجه عندي عشان احقق اللي يليق بنادينا على نادي الزمالك. يعني هو البيان كبير قوي يا جماعه. تمام. هو بيعتذر لجمهور نادي الزمالك. طبعا شفنا جمهور نادي الزمالك في المباراه الاخيره قعد يهتف ضد جون ادوار ويرفع ايدك وجمهور الزمالك وهو سيدك، وهتافات قويه جدا في المدرجات. هتافات يا باشا زي ما تقول جمهور الزمالك ما سماش. كل اللي كان جاي على ايديهم واكل، اي حد جاي على ايد جمهور الزمالك كان بص يا باشا بيسمعوه ربع مشكل. اداره بحسين لبيب بهشام نصر بلعيبه بكله. خلاص يا جماعه، ما هو الجمهور هو الزمالك جمهوره. انت لو جيت بصيت في السنين اللي فاتت ديت مين اللي واقف مع نادي هو جمهوره. ادارات بتلبس النادي، لعيبه بتمشي وبتبيع النادي، ومش عارف ايه بيعمل في النادي. هو جمهور الزمالك فقط لا غير. جمهور الزمالك هو الوحيد اللي هو تلاقيه على طول في ظهر نادي الزمالك يا برنس، وعلى طول بيدعم نادي الزمالك بكل الطرق. ناس بتدفع من جيوبها عشان تروح تتفرج على الماتش وبتشجع من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. تمام. فجون ادوار بيعتذر لجمهور نادي الزمالك. دول الكركبه داخل نادي الزمالك بسبب البيان اللي عمله جون ادوار. تمام. ده الموضوع ايه الاولاني. الموضوع الثاني على موضوع ارض اكتوبر. الوزير اشرف صبحي يا برنس وزير الشباب والرياضه كان طالع امبارح مع عمرو اديب، وعمرو اديب بيسال الوزير على فكره ارض اكتوبر. وانت عارف ان ارض اكتوبر ديت هي حياه الزمالك كله هو واقف على ارض اكتوبر. نادي الزمالك كله واقف على ارض اكتوبر. مفيش حاجه. هو بيتكلموا على فكره ان نادي الزمالك ما قداموش خيار تاني. الزمالك ما قداموش خيار تاني، ارض اكتوبر ثم ارض اكتوبر. تمام. الموضوع اللي اتقال ايه يا باشا؟ قال له يعني الوزير قال لك احنا مع نادي الزمالك ومش كل اللي بيتعمل بيتقال. تمام. قال لك يا ارض اكتوبر لا هتتحل، يا اما هيكون في ارض بديله لنادي الزمالك. قال لك الزمالك مش هينهار واحنا مش هنسيب الزمالك وهنساعده. ده الوزير قال كده، وقال لك برضه هنساعده بالطرق المشروطه والكلام ده كله. الوزير قال كده. بس فكره عمرو اديب قال ايه؟ ما انتوا بقالكوا 6 شهور بتقولوا الارض هتتحل، الارض مش عارف. قال له يا فندم قول لي امتى؟ قال له لغايه اما الدنيا تخلص.
فلغايه دلوقتي الواضح ان على موضوع ارض اكتوبر مفيش قرار واضح. ارض اكتوبر دي هي شريان حياه نادي الزمالك وجمهور الزمالك. نادي الزمالك بمجلسه الحالي هو باني كل حاجه على فكره ارض اكتوبر والمشاريع والفلوس اللي هو يعني خد ارض اكتوبر منها. خد من ناس من هنا من مستثمرين، خد من هنا من ناس بتدعم النادي وي وي وي. فهو الفكرة هنا هو لم استثمارات، لم فلوس من اجل حل الازمة المالية. والزمالك كان الفكرة هنا ماشي بخطة ثابتة بطيئة شوية، بس الزمالك ماشي. يعني الزمالك ما كانش ماشي يعني انت عارف مثلا كمان سنة هيبقى فيه ايه، في حاجة تمام. الفكرة هنا لما الارض اتسحبت، انت كل اللي في خيالك ده انت جبته الارض، كل اللي في خيالك ده انت حطيته على الارض. فنادي الزمالك جمهوره بقى مصدوم، قالوا ايه ده يا جدعان، يا جدعان ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا جدعان. تمام. فالجمهور مصدوم والجمهور متضايق. وتصريح الوزير الشباب والرياضه وتصريحاته مع عمرو اديب واللي سمع الحلقه يسمعها، يعني قال لك ده مثلا ايه تصريح ان احنا بنطمن جمهور نادي الزمالك. قال لك ده بنطمن الناس ان الموضوع هيتحل. يعني حتى عمرو دي بيقول له هو ما فيش يعني مصر ما فيهاش اراضي، هي دي بص على النيل. الفكره ارض اكتوبر دي الزمالك بيسعى بكل الطرق ان هو يحل ارض اكتوبر بكل الطرق. شوف يقول لك ايه، بكل الطرق حلها لي. تمام. وهنشوف فكره الموضوع الارض ده بجد، عشان هو اي خساره تحصل في الزمالك اربطها بارض اكتوبر. اي موضوع يحصل برضه بنادي إيه ارض اكتوبر، مش عارف ارض اكتوبر ايه، ارض اكتوبر ايه، ارض اكتوبر اي حاجه، ارض اكتوبر اي حاجه هي بتكون ارض اكتوبر لنادي الزمالك. تمام. وهنشوف الفكره بعد التصريحات ديت يا برنس. الصحفي محمود شوقي قال لك ايه؟ قال لك بيراميدز عاوز ديانج، وبيراميدز خلص في ديانج خلاص، لان ديانج قال للاهلي انا جيلي اكتر من كده بره، ادوني 100 يا باشا وانا هجدد. فالاهلي قال له بس هما كام واحد بس، والاهلي عارف ان ديانج خلص مع بيراميدز. اللي انا كنت قلتها لك، اللي انا كنت بعمله في الناس تعمل فيا. انت متخيل قال لك خلاص ان ديانج شايف ناقص له قد ايه في عقده، طب ايه رايك نودي ديانج بيراميدز ونجيب محمد حمدي يلعب باك شمال؟ ايه يا اسطى ده؟ يعني ايه يعني؟ احط صفقه حجم كبير زي ديانج مع احترامي لمحمد حمدي واخد محمد حمدي؟ طب ولا اودي ديانج واخد ابراهيم عادل؟ لايقه دي، حلوه دي. ودي ديانج اخد ابراهيم عادل، حلوه. بس اني اودي ده عشان اجيب ده. طب انا ماشي، انا نفسي افهم لغايه دلوقتي احنا ماشيين علي معلول ليه؟ سؤال نفسي اساله ونفسي اعرف اجابته. احنا مشينا معلول ليه؟ مش هتلاقي حد يجاوبك. قال لك سن مين يا جماعه؟ ده دولت دار مسنين صغيرين، بس دار مسنين والله. علامة استفهام. عندك برضو داخل نادي الزمالك اتفتح حوار جروس، بس كده افهم انت الباقي. تمام. ما تنساش يا برنس انك تخبط اللايك بتاعك وتصلي على سيدنا محمد. ولو انت مش متابعنا تابعنا يا برنس.